لو انا راجل وعاوز ان انا ارتبط ببنت، ايه الحاجات اللي المفروض تكون موجوده فيها وايه الحاجات اللي ما ينفعش تكون موجوده فيها؟ اوكي، هو في صفه في البنت دي لو كانت موجوده بتبقى كارثيه. العند، لان العند يولد الكفر. صح طبعا. يعني ممكن تكون عصبيه. انا ممكن اتقبل واحده عصبيه لان هي باي ذا اند اوف ذا داي العصبيه هتهدى وممكن احتويها ونرجع ناخد قرار. صح. لكن الزوجه العنيده دي كارثه. الزوجه اللي هي هيد باي هيد مع جوزها دي بتخلي جوزها فعلا يعنت فيها اكتر. وعلى فكره يمكن ده السر هقوله للفيميلز او البنات. الست اللي عايزه تكسب جوزها تبقى ضعيفه، لان قوه المراه في ضعفها. الست الضعيفه الراجل ما يقدرش يعمل معاها حاجه لان هي اوكي ضعيفه، فهو هيمارس بقى حقوق كراجل ويبدا يتعامل معاها بحنيه واحتواء. فدي كارثه. الحاجه الثانيه الست اللي هي بتقارن، ودي صفه كارثيه. الست اللي بتقارن جوزها، بنت خالتي جابت كذا بالظبط، بجوز صاحبتها. بتقارن الحاله الماديه لزوجها بالحاله الماديه لابن عمتها اللي جاي من الخليج. فطبعا يعني في حاجات كتيره شبه كده بتخلي فعلا الراجل ستريسد. فلو انت هتقابل واحده هتقارنك بحد، انت هتفضل طول عمرك تحت بند المقارنه، تحت الاختبار. فانت ممكن تكسب مره و10 هتخسر. صح. فدي برضو من الصفات اللي بالنسبه انا للنكد والصوت العالي بقى مش عايز اتكلم في ليه الموضوع ما اتكلمتش عن الموضوع ده؟ لان هو النكد ده بيعتمد على الانفايرمنت اللي كلنا عايشين فيها. في نكد كده بسيط ممكن نعديه ونفوته مفيش منه مشكله، وفي طبعا لو في مشكله في البيت او حوالينا في الانفايرمنت اللي حوالينا ده بيغلب على طابع البنت والولد اللي موجودين. فانا مخليني بعيد عن النكد والموضوع ده، لان انا لو هتكلم عن النكد فيعني هنفتح حدث ولا حرج. بالظبط، فبلاش ندخل في الحته دي.